السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ديالكم ان شاء الله يا ربي. نتوما كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم بغيت نحضر معكم بانيني بالجداد. نبداو على بركه الله. المقادير البانيني: عندي هنايا كيلو ديال الطحين، عندي هنايا 60 مليلتر ديال الزيت النباتي، عندي كاس العنبه ديال الحليب دافي، عندي 2 كيسان ديال الماء دافيين، عندي مغرفه كبيره ديال السكر ومغرفه كبيره ديال خميره الخبز. نتوما الا بغيتو كميه ناقصه على الكميه اللي غادي نعمل انا، كتعملوا 500 غرام ديال الطحين، كتعملوا كاس ديال العنبه د الحليب، كتعملوا 60 مليلتر ديال الزيت، كتعملوا مغروفه ديال السكر ومغروفه ديال الخميره د الخبز، والماء كيبقى على حساب الطحين ديالكم واش كيشرب السوائل دغيا او لا. خلطوا المكونات ديالنا. والطحين من الاحسن تكون نوعيه جيده. نسالي مع العجينه ديالي ونرجع معكم. بعد ما عجننا العجينه ديالنا كيف ما كتشوفوا، خصها العجينه تجي رطبه باش كيجيونا مزيونين ورطبين. نخليو العجينه ديالنا ترتاح وندوزو نحضروا الجداد ديالنا. الجداد عندنا هنايا انا عملت الصدره، نتوما تعملوا عفوا، نتوما الصدره عملوها على حسب شحال الناس بيكم اولا شحال نتوما في الدار. انا عملت صدره وحده، نتوما تقدروا تعملوا 2 3 شحال ما كنتو في الدار. عندي الصدره هنايا قطعتها شرائح. عندي هنايا في القامه شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الملح، شويه ديال السكينجبير. عندي هنايا القزبر مطحون، عندي هنايا شويه ديال الفلفله حمراء، عندي هنايا شويه ديال الكمون، مغروفه كبيره ديال صلصه الصوجه. كنجيبوا الجداد ديالنا كنضيفوا التوابل ديالنا. الملح ما تكتروش منه على حسب صلصه الصوجه كتكون حلوه. كنخلطوا المكونات كامله مع بعضها. كيف ما كتشوفوا كنخليو الجداد ديالنا تشرب الإقامه وندوزو للعجينه ديالنا.
رجعت لكم بعد ما خمرت العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا. نحاولوا نخويوها من الهواء ديالها. العجينه ديالنا واخا تكون كتلصق ماشي مشكل. هاي باش كيجيونا الخبيزات ديال بانيني كيجيو مزيونين وخفافين. انا عملت الكميه بزاف باش نحتفظ بها، وانتم الا بغيتو تعملوها غير باش تستعملوها في ديك النهار هذاك كتعملوا كميه ناقصه. كويرات كتعملوهم على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. كنبقاو بهذه الطريقه كنكوروا العجينه ديالنا حتى كنساليوها. والعجينه واخا تكون كتلصق شويه ما تعملولاش الطحين. حاولوا انكم ما تعملولاش الطحين. الا بدات كتلصق لكم بزاف زيدوا لها شويه د الطحين، لكن الا كانت غير شويه ما حتاش تزيدوا لها الطحين. انا هنا كتلصق لي غير شويه ما نعملهاش الطحين دابا، ولكن الا بدات كتلصق لي ملي نكون كنخدم بها غنعمل لها شويه د الطحين. نسالي التشكيله ديال العجينه ديالي ونرجع معكم. بعد ما ساليت التشكيله ديال الكرات ديالي كيف ما كتشوفوا، نجيبو غير شويه د الطحين ونطلقوا الكره ديالنا بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. كنبداو نجمعوا العجينه ديالنا بهذه الطريقه. كما كتشوفوا بحال اللي غنعملوا الكمير ديالنا. كنبقاو نشدوا بهذه الطريقه هذه. كنشدوا مزيان حتى من الجناب. كنبقاو بهذه الطريقه هذه حتى كنساليو العجينه ديالنا كامله كما كتشوفوا. نسالي العجينه ديالي كامله بهذه الطريقه هذه ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا بعد ما طلقت البنيه بعد ما طلقت العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا شديتها كيف ما وريتكم في الفيديو وطلقتها بالمطلق طويله،
ودابا نخليوها تخمر لنا مره ثانيه وندخلوها نفران باش ندوزو نحضروا الجداد ديالنا. عندنا هنايا بصله كبيره كنشحروها مزيان، عاد نضيفو لها الجداد. بعد ما طاحت لنا الجداد ديالنا كيف ما كتشوفوا كنجيو كنضيفو، عفوا بعد ما طاحت لنا البصله ديالنا كنجيو كنضيفو الجداد ديالنا. نخليو الجداد ديالنا يتشحروا مزيان. نخليو الجداد نخليو الجداد ديالنا يطيبوا ونرجع معكم. رجعت لكم بعد ما طابوا الخبيزات ديالي كيف ما كتشوفوا كيجيو من الداخل خاويين. كندوزو عندي هنايا لاصوص كتبقى اختياريه، انا نعمل الجعده ونعمل الخس، نتوما كيبقى اختيار ديالكم واش بغيتو تعملوا الجعده والخس اولا بغيتو تعملوا مطيشه اولا بغيتو تعملوا فريت، كيبقى داكشي على حسب اختيار ديالكم. كنعمرو كندهنو بلاصوص عاد ديك الساعه نشوفو شنو غادي نعملو لهم من داخل. كنعملو الخس الجداد ديالنا.
نسالي التعمير ديال الخبيزه ديالي ونرجع معكم. هذا هو الشكل النهائي ديال البانيني ديالنا كيف ما كتشوفوا بعد ما عمرته. كنتمنى الا عجبكم لا فيديو ديال اليوم تبارطاجيوها مع صحاباتكم ودعموني بلايك وتضغطوا على زر الاشتراك، تخليوا لي كومونتير الا جربتوا الوصفه. نتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم.